إلا شاب من هالشباب اللي يعني شفتاه قد اسودت من كثرة التدخين والغترة حاطها كذا على فوق حركة نسميهم احنا عرابجة يعني صيع وشكل يعني ما يسرك كثير. يقول فخفت في هالليل، قلت ماذا تريد؟ جزاك الله خير. ماذا تريد؟ قال أنت الشيخ من المسجد؟ قلت نعم أنا إمام المسجد. قال يا أخي في 2 هنود أسلموا على يدي، إيش أسوي فيهم؟ يقول الشيخ لما قال أسلموا على يدي والساعة 12 بالليل قلت في نفسي يمكن الرجل عقله لا يمكن الاتصال به الآن، يعني مهم مضبوط. قلت الهنود وأسلموا على يدك أنت؟ قال أسلموا على يدي. قلت والله يا أخي ما شاء الله، يعني وينهم؟ قال في السيارة. ما دام السيارة معناها الميدان يا حميدان، وادخل والبس عالي واطلع واجي الا فيه هنود ورا في السيارة فعلا صديق. يقولوا السيارة مضللة وجنوط منزلة وحركات شباب. السلام عليكم صديق. عليكم السلام. انت في مسلم؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مسلم. صديق كيف انت في مسلم؟ قالوا هذا نفر في اسلام سوا. والله سوا تعال اسلموا على يدك. قال ليه اسلموا على يدي؟ كيف اسلموا على يدك؟ قال يا أخي أنا وديت سيارتي للورشة أصلحها وشفت الهنود يشتغلون، سألتم أنتم مسلمون؟ طبعا كونه يسأل هالسؤال يدل عنده هم، ولا كان يسأل هالسؤال ما يهمه، كان يقول اشتغل كويس بس. لكن كونه يسأل أنت مسلم ولا مش مسلم يدل عنده هم للدين. قلت أنت مسلم؟ قال لا ما في مسلم. ليش ما في مسلم؟ قال ما في معلوم إسلام، ما في كتب، ما في معلوم إسلام. قلت خلاص أنا أجيب لكم كتب. يقولوا هم يشتغلون السيارة. رحت المكتب الدعوة وجبت لهم كتب أعطيتهم إياه. بعد 2 3 جئت أصلح السيارة، إلا جاءوا قالوا والله جيدة اللي أعطيتنا، أعطنا غيرها. وأروح يا شيخ وأجيب لهم كتب وأعطيهم إياه. يقول يا شيخ المشكلة أني لما جيت بعد 2 3 بصلح السيارة، جيت ووقفت السيارة، فواحد منهم دخل من هالشباك وواحد دخل من الشباك الثاني وقالوا لي إحنا الحين أسلمنا، إيش نسوي؟ قلت ما أدري أنا مسلم من زمان. يقول ما أدري أنا مسلم من زمان. يقول الشيخ سألني قال لي يا شيخ اللي يسلم وهو كبير إيش تسوون فيه؟ قلت والله يا أخي ما نسوي في شيء، لأن بعض الناس مسكين وده يدعو الإسلام بس مخربط. عندي واحد من عيال عمي لسه جاي من أمريكا يقول لي عندنا مركز إسلامي طيب، يقول لكن جهال. قلت كيف جهال؟ قال مرة جالسين مجموعة منهم ودخل واحد أمريكي يبغى يسلم. لما دخل قال أنا والله أنا قرأت عن الإسلام وكذا أبغى الإسلام. قالوا كويس يلا قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا الله أكبر الله أكبر. ويمسكه واحد منهم قال كم وذمي تعال معي. قال وين؟ قال تو هوسبيتال للمستشفى. قال ليش؟ قال بنقطع يعني ختان. قال ليش اللي يسلم تقطعونه؟ قال ايه؟ قال له افري مسلم. قال افري مسلم كل المسلمين نقطعه. قال طيب خلاص بلاش اسلام، ما ابغى اسلام. فقال له واحد ثاني اذا ارتديت نقطع راسك. فقال المسكين قال ايش هذا الدين؟ اذا دخلت فيه يقطعون ذكرك واذا طلعت يقطعون راسك، وش هالدين هذا؟ طبعا الدين مش كذا، الدين ليس لهذا، يعني ليس من شروط الإسلام أنك تعمل ختان، ليس شرطا للدخول في الإسلام. ومسألة أيضا تطبيق الحد عليه إذا ارتد لها شروط وفيها موانع، قصة طويلة ليست القضية أي واحد يحكم فيها من اللي جالسين. لكن شوف الجهل، تدخل في الدين يقطعون، تطلع من الدين يقطعون، ليست القضية كذا. هذا الشاب قال يا شيخ إيش تسوون فيه اللي يسلم هو كذا؟ قال ما نسوي فيه شيء، نوديه المكتب ونغير إقامته من هندوسي إلى مسلم بس. ودوهم المكتب وغيروا إقاماتهم. المقصود أن هذا الشاب ما قال في نفسه أنا عاصي أنا داشر أنا كذا، لا صحيح عندي تقصير لكن لابد أني أخدم الدين مع وجود هذا التقصير. الأمثلة حقيقة كثيرة عندي وأنا ودي أستمع من عندكم. في استرالي له كان يعني عمل كثير في خلال الإنترنت في المعهد المهني أيضا.